السلام عليكم متابعين قناة قصة. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحقيقة أن التاريخ يكتب في كثير من الأحيان بوجهة نظر كاتبه، فمن المؤرخين من تحدث عن عبقرية الحجاج الإدارية وفصاحته اللغوية، ودوره في بعض الفتوحات الإسلامية، ومنهم من رماه بالكثير من العيوب وأهمها إسرافه في القتل وطغيانه الشديد. هو أبو محمد الحجاج ابن يوسف ابن الحكم ابن عقيل ابن مسعود الثقفي، وتذكر بعض المصادر أن اسمه كان كليبا، لكنه هو من سمى نفسه الحجاج. المتطلع لبداية حياة الحجاج قد لا يستطيع أبدا أن يتوقع أن هذا الرجل نفسه هو من سيتبدل حاله في قادم الأيام، لكنها السلطة والسياسة لا تترك أحدا على حاله، تبدل كل من تعرض لها، أو غالبيتهم على الأقل. يقول ابن كثير في كتابه الشهير البداية والنهاية عن الحجاج أنه سمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه رضوان الله عليهم مثل أنس وابن عباس، بل قد روى أيضا عددا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن عمله في الطائف قبل أن يلتحق بخدمة بني أمية، فقد عمل الحجاج محفظا ومعلما للقرآن الكريم، ويروى أنه لم يكن يتخذ أجرا مقابل ذلك. وقد ورد عن بعض السلف أن الحجاج كان يقرأ القرآن فيتمه كل ليلة. جاء الحجاج ابن يوسف الثقفي من ثقيف في الطائف إلى دمشق عاصمة حكم الأمويين، وقد ترك وراءه أيامه الخالية التي أفرغ أوقاته فيها بين كتاب الله وسنة رسوله. كان الحجاج يرى أن أحوال الدولة لا تستقيم إلا بالشدة مع من خرج عليها أو عارضها. نزامن صعود الحجاج القوي في المناصب والمكانات مع فترة غاية في الصعوبة من عمر الدولة الأموية، بل وفي واقع المسلمين كلهم في تلك الأيام. ففي الحجاز كان عبد الله بن الزبير وأتباعه من حوله لهم دعوتهم بخلافة ابن الزبير عقب استشهاد الحسين رضي الله عنه في كربلاء. أما في الشام، فكانت الدولة الأموية ذاتها تخوض في بحر من الشكوك، فلقد مات يزيد ورغم أن البيعة قد ذهبت لابنه معاوية الثاني، إلا أنه لم يلبث طويلا حتى مات. في نفس الوقت الذي كانت فيه أمواج الفتن تتلاطم في العراق، وفي هذه الفترة العصيبة ظهر الحجاج. وعند وصول الحجاج لدمشق، اتصل بقائد شرطتها روح بن زنباع، والذي كان يعمل أيضا كوزير في بلاط عبد الملك بن مروان، فعينه ابن زنباع بين جنود الشرطة. تتبع روح بن زنباع رجله الجديد، فوجد فيه حزما وشدة لا تلين، في وقت كانت الأمور تكاد تفلت من يد الخليفة ذاته. فلما فاض الكيل بعبد الملك واشتكى لابن زنباع قلة اتباع الناس له، بل وأحيانا قلة تقديرهم له وخشيتهم منه، زك له الوزير الحجاج بشدته وعزيمته التي لا تلين وولاءه المطلق للدولة الأموية. وباستعمال عبد الملك بن مروان للحجاج في شرطته انتظمت أحوال دمشق، وأصبح الناس فيها رهن إشارته. وهنا أدرك عبد الملك أنه قد عثر على ضالته. لما أثبت الحجاج كفاءته في شرطة دمشق، عرضه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لأحد أصعب وأهم اختبارات حياته، بل واختبارات الدولة الأموية ككيان. فعبد الله بن الزبير كان في الحجاز وحركته تسيطر على مكة المكرمة، أهم بقاع الإسلام والمسلمين، وتشكل خطرا قد يتطاول فيطيح بالأمويين من على عروشهم. تحرك الجيش الأموي بقيادة الحجاج الذي استطاع أن يحاصر عبد الله في مكة، ويقيم حولها المنجنيق. الأمر الذي أثار أحد أكثر النقاط التي يدور حولها الجدل في حياة الحجاج إلى يومنا هذا. فبحسب الكثير من الروايات، أن الحجاج أمر جيشه فضربوا المنجنيق حتى أصاب الكعبة المشرفة. وذهبت روايات متطرفة أن الحجاج أمر باستمرار الضرب حتى مع إصابة بيت الله الحرام. ومع هذا، فهناك روايات أخرى تنفي نفيا قاطعا أن يكون الحجاج أو جيشه قد ضربوا الكعبة أو أصابوها خطأ، وأن كل ما حدث كان ضرب ما تبقى من جنود وأتباع عبد الله بن الزبير. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال أن أحدا من خلق الله قصد رمي الكعبة بالمنجنيق فقد كذب، فإن هذا لم يكن في الجاهلية ولا في الإسلام،
والذين لا يحترمون الكعبة كأصحاب الفيل والقرامطة لم يفعلوا هذا، فكيف بالمسلمين الذين يعظمون الكعبة؟ ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا إلى المسجد الحرام، فطافوا بالكعبة وحج بالناس الحجاج ابن يوسف ذلك العام. وأمره عبد الملك بن مروان ألا يخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك. على أي حال، فإن ضرب مكة نفسها بالمنجنيق أمر يصعب على نفس وقلب أي مسلم أن يتقبله، ثم إن الحجاج قد ثبت عنه شيء آخر في حربه ضد ابن الزبير مما تنزعج له النفوس والضمائر. فعقب انهيار جيش عبد الله بن الزبير، ودخول الحجاج وجنده لمكة، عقب حصارها مدة 5 شهور و17 يوما، ومقتل ابن الزبير نفسه، وقطع رأسه، وإرساله إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. ولم يكتفي الحجاج بهذا، بل صلب جثة عبد الله بن الزبير وهو من هو، وظل ابن الزبير مصلوب البدن مقطوع الرأس حتى مر به عبد الله بن عمر قال للناس: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج من أنزله ودفنه الناس. كان انتصار الحجاج على ابن الزبير رافعا لأسهمه بشدة عند الخليفة، خصوصا ثباته وتشجيعه الجند الذين كانت ترتعد فرائسهم من فكرة ضرب مكة بالمنجنيق وقتال مسلمين مثلهم، ولو كان قائدا غير الحجاج ما أكمل تلك المهمة. ومكافأة له على هذا الانتصار الكبير الذي أدخل الحجاز مجددا في حوزة الدولة الأموية، ولاه عبد الملك بن مروان ولاية الحجاز واليمن واليمامة. وكما أثبت كفاءته في الحرب، أثبت الحجاج كفاءته كوالي، إذ نشر الأمن في ربوع ولايته، وكسى الكعبة بالديباج، ونظم أمور الحكم والإدارة. كان الحجاج بالفطرة جعبة لغوية كبيرة، زادتها سنوات دراسته للقرآن الكريم والسنة النبوية، واختلاطه بقبائل العرب، فصنعت منه خطيبا مفوها. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج. كان الحجاج خطيبا مفوها في عصر كانت الخطابة فيه أحد أهم وسائل الإعلام، والأمويين الذين وصلوا للخلافة بالسيف احتاجوا لوسائل إعلام خاصة بهم، تمهد لهم حينا وتبرر لهم أحيانا، وكان الحجاج بوقا أمويا لا يشق له غبار. ولقد برز سلاح الخطابة لدى الحجاج في أكثر من مرة ومكان، ومن أشهر ذلك خطبته في أهل العراق. بعد أن أمضى الحجاج زهاء عامين واليا على الحجاز، نقله الخليفة واليا على العراق بعد وفاة أخيه بشر بن مروان، وكانت الأمور في العراق بالغة الفوضى والاضطراب، تحتاج إلى من يعيد الأمن والاستقرار، ويسوس الناس على الجادة بعد أن تقاعسوا عن الخروج للجهاد وركنوا إلى الدعة والسكون، واشتدت معارضتهم للدولة، وازداد خطر الخوارج، وقويت شوكتهم بعد أن عجز الولاة عن كبح جماحهم. ولبى الحجاج أمر الخليفة وأسرع في سنة 75 إلى الكوفة. ولعل مما قد يدهشكم أن الحجاج دخل الكوفة مع 12 شخصا من أتباعه لا غير، وذهب لمسجد المدينة صاعدا المنبر، وأمر أصحابه بأن يجمعوا له الناس. والحقيقة أن أهل الكوفة كادوا أن يستهزئون به، لأنه ظل صامتا بعد تجمعهم، حتى أن أحدهم أمسك بحصى من أرض المسجد ليقذفه بها، إلا أن الحجاج قام فحضر لثامه وقال: أنا ابن شنا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرف؟ ثم قال: إني لأحمل الشر بثقله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله، يا أهل العراق إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. ثم أنشد يقول: هذا أوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم، ولا بجزار على ظهر وضم. قد لفها الليل بعصلبي، أروع خراج من الدوي، مهاجر ليس بأعرابي. قد شمرت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا، والقوس فيها وتر عرد، مثل ذراع البكر أو أشد، لا بد مما ليس منه بد. وتابع الحجاج خطبته التي جعلت أهل الكوفة يصمتون فلا يتحدث منهم أحد.
وهذا الذي كان يمسك بالحصى يتساقط من بين يديه خوفا، فقال: لك أني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى، وإني دعوت الله أن يبلوكم بي فاستجاب. ثم قال: يا أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه، فعجم عيدانها، فوجدني أمرها عودا، وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة، واضطجعتم في مراقد الضلالة. وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم، وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب ابن أبي صفرة. وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه 3 أيام إلا ضربت عنقه، وإني لا أعد إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخنق إلا فريت. ثم أمر الغلام الذي معه أن يقرأ رسالة أمير المؤمنين، فلما قرأها حتى السلام الذي تفتتح به الرسالة فلم يرد أحد السلام، هنا أوقفه الحجاج وهو يقول غاضبا: ويلكم، يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون السلام، والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. فما قال هذا حتى رد كل من في المسجد السلام. لم يكتف الحجاج بحشد الجيوش مع المهلب، بل خرج في أهل البصرة والكوفة إلى رشتقباذ ليشد من أزر قائده المهلب، ويساعده إن احتاج الأمر إلى مساعدة. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ حدثت حركة تمرد في صفوف الجيش، وتزعم الثورة رجلا يدعى ابن الجارود، بعد أن أعلن الحجاج عزمه على إنقاص المحاربين من أهل العراق 100 درهم، ولكن الحجاج تمكن من إخماد الفتنة والقضاء على ابن الجارود وأصحابه. وما كاد الحجاج يقضي على فتنة الخوارج حتى شبت ثورة عارمة دامت 3 سنوات، زعزعت استقرار الدولة، وكادت تعصف بها، وكان يقودها عبد الرحمن بن الأشعث، أحد رجالات الحجاج الذي أرسله على رأس حملة جرارة لإخضاع الأجزاء الشرقية من الدولة، وبخاصة سجستان لمحاربة ملك هازنبيل. وبعد أن حقق ابن الأشعث عددا من الانتصارات غره ذلك وأعلن العصيان، وخلع طاعة الخليفة، وكان في نفسه عجب وخيلاء واعتداد كريه، وبدلا من أن يكمل المهمة عاد ثائرا على الدولة، مدفوعا بطموحه الشخصي وتطلعه إلى الرئاسة والسلطان. ووجد في أهل العراق ميلا إلى الثورة والتمرد على الحجاج، فتلاقت الرغبتان في شخصه، وآزره عدد من كبار التابعين أنغروا بدعوته، مستحلين قتال الحجاج بسبب ما نسب إليه من أعمال وأفعال. وحالف النصر بن الأشعث في جولاته الأولى مع الحجاج، واضطرب أمر العراق وسقطت البصرة في أيدي الثوار، غير أن الحجاج نجح في أن يسترد أنفاسه وجاءه المدد من دمشق، وواصل قتاله ضد ابن الأشعث، ودارت معارك طاحنة حسمها الحجاج لصالحه، وتمكن من سحق عدوه في معركة دير الجماجم والقضاء على فتنته. تطلع الحجاج بعد أن قطع دابر الفتنة، وأحل الأمن والسلام، إلى استئناف حركة الفتوحات الإسلامية التي توقفت بسبب الفتن والثورات التي غلت يد الدولة. وكان يأمل في أن يقوم الجيش الذي بعثه تحت قيادة ابن الأشعث بهذه المهمة، وكان جيشا عظيما أنفق في إعداده وتجهيزه أموالا طائلة حتى أطلق عليه جيش الطواويس، لكنه نكص على عقبيه وأعلن الثورة، واحتاج الحجاج إلى سنوات 3 حتى أخمد هذه الفتنة العمياء. ثم عاود الحجاج سياسة الفتح، وأرسل الجيوش المتتابعة، واختار لها القادة الأكفاء، مثل قتيبة بن مسلم الباهلي الذي ولاه الحجاج خراسان سنة 85، وعهد إليه بمواصلة الفتح وحركة الجهاد، فأبلى بلاء حسنا، ونجح في فتح العديد من النواحي والممالك والمدن الحصينة، وانتشر الإسلام في هذه المناطق، وأصبح كثير من مدنها مراكز هامة للحضارة الإسلامية، مثل بخارى وسمرقند. وبعث الحجاج بابن عمه محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد السند، وكان شابا صغير السن لا يتجاوز 20 من عمره، ولكنه كان قائدا عظيما موفور القدرة، نجح خلال فترة قصيرة لا تزيد عن 5 سنوات في أن يفتح مدن وادي السند،
وكتب إلى الحجاج يستأذنه في فتح قنوج أعظم إمارات الهند والتي كانت تمتد بين السند والبنغال، فأجابه إلى طلبه وشجعه على المضي، وكتب إليه أنسر فأنت أمير ما افتتحته. وكتب إلى قتيبة بن مسلم عامله على خراسان يقول له: أيكما سبق إلى الصين فهو عامل عليها. وكان الحجاج يتابع سير حملات قادته يوفر لها ما تحتاجه من مؤن وإمدادات، ولم يبخل على قادتها بالنصح والإرشاد. كان سعيد بن جبير تابعيا جليلا، تعلم العلم من أصوله الصافية، وعرف عنه قول الحق والشجاعة. فلما كبر على نفسه ما عرفه من كثرة القتل وسفك الدماء على يد الحجاج، خرج عليه تحت راية ابن الأشعث، لكن جيش الأشعث هزم على يد الحجاج، فلجأ سعيد بن جبير إلى مكة المكرمة حيث مكث فيها 10 سنين، إلى يوم موعود وجده فيه جند الحجاج فاقتادوه إليه. وقف سعيد بن جبير ودارت بينه وبين الحجاج محاورة جمع فيها ابن جبير بين البلاغة والثبات على قول الحق معا. انتهى أمر هذا العالم الجليل بأمر الحجاج بقتله. كان دعاء سعيد بن جبير على الحجاج قبل مقتله: اللهم لا تسلطه على قتل أحد من بعدي. وقد مات الحجاج دون أن يقتل أحد من بعده. وبعد مقتل سعيد بن جبير اختم الحجاج غما كبيرا، وكان يقول: ما لي ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم أخذ برجلي. ولم يلبث الحجاج طويلا في مرضه الأخير حتى مات. مات الحجاج بمدينة واسط في 21 من رمضان سنة 95 وقد بلغ من العمر 50 سنة. وقال الأصمعي لما حضرت الحجاج الوفاة أنشد يقول: يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بكريم العفو غفار. وبهذا تنتهي قصتنا. لا تنسى أن تكتب رأيك في التعليقات فرأيك يهمنا. والسلام.